يا هلا والله، زوجي اليوم قال لي أبي عشاء سريع ولذيذ، وقلت بما أن عندي فطيرة بالفريزر خليني أسوي فطيرة دجاج مرة لذيذة الجوع آخر الليل وما تاخذ وقت. تعالوا نشوف الطريقة مع بعض. أول شي راح أجهز الحشوة، أشوح بصل على نار، نص حبة ماجي ونحركهم مع بعض. بعدها أضيف صدور دجاج مقطع المربعات، لما يصير لون الدجاج أبيض راح أضيف الخضار، فلفل أخضر، جزر مبشور، أضفت البهارات ملح وفلفل أسود بابريكا وكاري وكركم. بعدها أضفت شوي موية عشان يستوي زيادة الدجاج، ومنها كمان يسوي لي زي الصوص، ونغطي عليها. هنا عندي فطيرة سادة، طلعونها من الفريزر على طول على الصاج. حميت الصاج على نار عالية وبعدها قصرت النار. تقلبون الفطيرة إلى ما تبدأ تنتفخ معاكم، تضغطونها بهذا الشكل علشان البخار يخليها تستوي من داخل. وبس كذا صارت جاهزة. وهنا حطيت عليها جبن شير، وبعدها حطيت حشوة الدجاج. تقدر تضيفون أي شيء أنتوا حابينه. لفيتها بهالطريقة، وبعدها قصصت ورق زبدة وحطيتها بهالطريقة من تحت. قلك حركات مطاعم وكذا. المهم طلعت صدق كأنها من المطعم. وبس والله ما أخذت معي وقت وطلعت مرة لذيذة. سويت 2 لزوجي وواحدة لي، والمرة الجاية أسوي لنفسي 2. صراحة من وجبات العشاء اللذيذة اللي راح نعتمدها. جربوها وعليكم بألف خير يا رب.